العمق، لكن فيكتور رويس على طول قاطع ضغط المره دي، ضغط رائع جدا في اللقطه الماضيه، تمريره حلوه، وادي الحل اهو، الحل اهو، الحل اهو، الحل اهو، الحل اهو، يا ولد يا ولد يا نيمار، يا ولد يا نيمار. الحل ايه؟ الحل في قطعه وتمريره، ومفيش بقى لا تكتل ولا تمركز، لان اللاعب نيمار يسجل الهدف العاشر ليه، و10 على 10 التوقيفه واللعبه ما خلاش الحارس اريولا لا يفكر ولا الدفاع يقف، لكن هي مقطوعه حلوه قوي من بوسكيتس. واخيرا الحل ياتي في الدقيقه 60 عن طريق نيمار الجبار في هذه الكره اللي امامنا. لكن شوف الضغط العالي، وادي امامنا اهو بوسكيتس، وعلى طول تمريره، مفيش تسلل هنا، التغطيه من بونيرا وايضا من اللاعب رويس، واستلام يا ولد يا ولد يا ولد، واحده والثانيه، واحده والثانيه، وبص العقل ايه بالشمال وعاملها ببط رجله. ادي الكره مقطوعه بضغط العالي وتمريره خطا من برونو، واحلى من اللاعب بوسكيتس، عمل اسيست رائع 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 عشان تبقى النتيجه 1-0 للبلوجرانا عن طريق نيمار. نيمار يملك الحلول في غياب ميسي، التألق مستمر من جانب نيمار ومن جانب سواريز، ولكن نيمار هل يضع بصمته في اللقاء؟ منير ركله جزاء، منير وركله جزاء، منير ركله جزاء وانذار لكوستا. شوف الهجمه السريعه والمساحات تواجدت، خلاص البارسا بقى يهيمن يسيطر، وانذار امامنا اهو للاعب كوستا، وركله جزاء لصالح البارسا في الدقيقه كام؟ في الدقيقه 69 من عمر اللقاء، بعدما تسبب فيها منير، سيرجي روبرتو لمنير، وجاي كوستا مش لاعب على الكوره، لاعب على اللاعب منير، ومنير شربها له. حلوه منير، حلوه منير الحدادي اهو امامنا يضع بصمته في اللقاء. وركله جزاء لويس سواريز، ركله جزاء لويس سواريز، الغائب طبعا بايقافه دوليا عن مواجهاته مع منتخب بلاده منتخب الاورجواي اللي متصدر مجموعته حتى الان في تصفيات طبعا امريكا الجنوبيه، مجموعه واحده، فازوا على بوليفيا 2-0، على كولومبيا 3-0، لعبوا مع الاكوادور وشيلي، لكن يهمه هنا الهدف الثاني وهدفه التاسع هذا الموسم، ويسجل امامنا اهو الهدف التاسع ليه في الليجا هذا الموسم، يتساوى كان في رصيد الاهداف في يعني الفتره الماضيه هو واللاعب نيمار بقى عنده 10 وبقى سواريز عنده 9، وبقت النتيجة في الدقيقة 70 2-0. لكن بص شوف سواريز حطها حلوة قوي، الهدف الثاني من ركلة جزاء في مرمى الحارس اريولا. البارسا ينجح في التقدم، وامامنا هو موه حلوة قوي وعملها له جميلة، وداه الشمال وحطها له في الزاوية اليمين، وهدف من ركلة جزاء. سجل نيمار في الدقيقة 60، عزز لويس سواريز في الدقيقة 70. يستمر مسلسل التألق في ظل غياب ميسي، يستمر التألق من خلال نيمار وسواريز. الهجمة السريعة وانطلاقة من لويس سواريز، يا عيني على الكرة بالمقاس، يا عيني يا عيني، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ مش معقول، مش معقول، ايه يا ولد؟ يا خلاهم يدوروا عليها ولقوها في الشبكة. هو ده نيمار، هو ده نيمار الجبار، وسواريز عملها له، ونيمار يسجل هدفه رقم 11 في هدف ايه؟ هو هدف هذه الليلة وهذه الأمسية وهذه المتعة التي تأتي من نادي الأساطير. إذا كان النادي لعب له مارادونا ورونالدو ورونالدينيو وأسماء كبيرة لعبت في هذا الفريق، لكن نيمار، وطبعا على رأس هؤلاء النجم الكبير ميسي. لكن بص الهجمة معمولة ازاي، بص التحرك، بص التحرك، هل هنا في تسلل في اللقطة دي على سواريز؟ لكن مفيش تسلل لأن الهجمة حلوت، ويا ولد يا ولد يا ولد، شالها له كده، عملها له حلوة، شمسها له وعملها له، يا عيني يا عيني يا عيني على اللمسة البرازيلي. ادي الكورة من الأورجواياني اللي عملها في غياب ميسي، الثنائي يواصل التألق اهو، بيعمل لك الشو كله، الاستعراض كله، ويقول لك انا نيمار، انا نيمار جونيور، انا نيمار الجبار اللي بيسجل النهارده هدف. وسعاده لويس انريكي، كان لعيب لويس انريكي، فاز باولمبياد برشلونه عام 290، الكل يصفق لان نيمار يعني عمل الواجب.